السلام عليكم يا جماعة، ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده حلقة تانية من تحدي الأبراج، وأبراج النهارده برج الحمل ضد برج الجوزاء. ولكن قبل ما أبدأ تأكدوا انتوا عاملين لايك وسبسكرايب على قناتي وفعلين الجرس، وخلينا نبدأ. أول حاجة عاوزة أقولها إني عطارد كوكب التفكير والكلام بيحكم الجوزاء، كوكب المريخ كوكب الطاقة والانفعال بيحكم الحمل. فده أول فرق ما بينهم، إن الجوزاء بيحكم التفكير والحمل بيحكم الطاقة. عشان كده هتلاقي إني الجوزاء بيفكر كتير قبل ما يعمل أي حاجة زي الأبراج الهوائية التانية، والحمل بيفعل وبعدين بيفكر. بتكلم عن الذكاء، فالجوزاء من أذكى الأبراج، وممكن الناس ما تعرفش الموضوع ده، بس الجوزاء عنده القدرة على تحمل معلومات، كم هائل من المعلومات من مصادر مختلفة. يعني ممكن مثلا تلاقي جوزاء بيعرف لغات كتير، يكتب شعر أو قصص، عنده كده زي موهبة في الكلام، في التعبير عن النفس. لو هتكلم عن الطاقة في تحمل المعلومات، فالجوزاء عنده طاقة أكتر. والحمل برضو سريع البديهة، وبيلقط الحاجات على الطاير، وبرضو ممكن يتعلم حاجات بسرعة، ومن الناس العملية. فلما تعلمها حاجة كده في ايديها او حاجة ليها علاقة في الرياضة مثلا، تلاقي ان الحمل بيستجيب وبيفهم بسرعة. بس الحاجة اللي بتميز الجوزاء ان في قصة مثلا هو شايف الشخص ده وشايف الشخص ده، يعني شايف هما بيفكروا ازاي. مش مثلا بيشوف المشكلة من وجهة نظره هو بس، دايما بيشوف طب ده بيفكر ازاي، ده عمل كده ليه. عنده القدرة على ربط الأحداث بطريقة فظيعة، وممكن تلاقيه فاهم كل حاجة كل الناس بتقولها في نفس اللحظة. بس الحمل ما بيعرفش يعمل كده. يعني الحمل لو مثلا بيدافع عنك وبيحبك، هيفضل بيدافع عنك وبيحبك. حتى لو انت غلطت هيقولك انت غلط، وهيغلطك وهيديك نصايح، بس مش هيسيبك. الحمل من الناس اللي بتعرف ازاي تقف في صف حد. الجوزاء لا، الجوزاء بيقف في صف كل الناس. حاجة مش حلوة قوي للشخص اللي انت قريب منه، عشان هو عاوزك انت اللي هو تحبه وتكون مخلص ليه وتدافع عنه. لا، الجوزاء مش كده. الجوزاء حتى لو دافع عنك قدام حد، هتلاقي اليوم اللي بعده بيكلمه، يعني عادي، ما عندوش اللي هو مش حوار، ما عندوش غالي، بس صاحب كل الناس، بيحبش يخسر حد عشان حد. تلاقي جوزاء عنده القدرة على ان هو يقلد الناس، ممكن يقلد صوت، ممكن يقلد طريقة، ممكن يقلد حاجة كده، عنده القدرة. واتكلم بقى عن العاطفة، عن العلاقات العاطفية. فالحمل أوفى بكتير بالحب، ما بيحب الشخص صعب ان هو يشوف غيره. الحمل جوزاء بس لو حب بجد بجد بجد، يعني يكون وافي للشخص. برضه تلاقي عينيه عاملة كده طول الوقت، يعني بيبص بيبص بيبص. كل الرجالة بتبص صح، بس الجوزاء يعني قلبه بيسعى الكل، تمام. يعني ممكن يحب اكتر من واحدة، اما الحمل لا، مستحيل، هو الشخص ده بس وخلاص يعني. وهنا في اختلاف بقى بين الحمل والجوزاء. الجوزاء لما بيحب حد بيكون خجول، كاريزماتيك بس خجول جدا وخدوم جدا في العلاقة. اما الحمل صريح وواضح، انا بحبك، انا معجبة بيك، خلاص الموضوع انتهى. الجوزاء لا، يقعد يختبر، يشوف بتفكر ازاي، بتعمل ايه، طب ايه رأيك في الموضوع ده. وصعب انه يخش العلاقة ويستمر بيها الا لو انت فعلا the one، زي ما بيقولوا انت الشخص اللي هو بيدور عليه. ده عشان الجوزاء روحه زي الحمل برضو بجد، هما الاتنين روحهم صغيرة. يعني الحمل بيقولوا عليه الطفل الأبراج، بس الجوزاء روحه دايما حتى لو كبر هتلاقي دايما بيتعامل على ان هو صغير، تاني بيحافظ على جسمه وعلى شكله، مبيحبش يكبر. جوزاء كده يعني. في مسألة الحب ما بيحبش ان هو يستقر في سن صغير، دايما حاسس ان انا عندي فرص كتير، انا عندي ناس كتير. الا لو هو عنده في خريطته فلكية ابراج تدل على ان هو هيكون عاوز يكون في علاقة في سن صغير. غير كده الجوزاء بيحب يعيش فري كده، ما بيحبش القواعد، ما بيحبش يعمل كده سوي كده. الحمل برضو، بس الحمل هتلاقي معظمهم ممكن يكونوا بيتجوزوا في سن صغير، وبيحبوا ان هما يكونوا في علاقة عاطفية مستقرة، مع ان هما ابراج برضو بتحب تجرب وتغير وكده يعني. نتكلم بقى عن المزاجية. الاتنين مزاجيين جدا، ولكن الجوزاء يعني الحمل مزاجي عاطفيا، اما الجوزاء مزاجي لدرجة اللي هو هل انت نفس الشخص. ودي حاجة طبيعية على الجوزاء، يعني مش حاجة احنا مش عارفينها يعني. يعني الجوزاء ممكن يقعد اسبوع في المود اللي هو فيه. الحمل زي ما انا بقول في كل الفيديوهات ما بيعرفش يفضل فترة طويلة. الجوزاء مثلا لو خصمك او كده مش هيكلمك، يعني غير لو انت رحت كلمته، بس عمره ما ممكن يبادر. يعني ممكن يقعد 50 سنة من غيرك قد ما حبك. الحمل مش كده. الحمل لو بجد بيحبك هيفضل وراك، ولو حس ان انت بقى مش عاوز هيسيبك. متقدرش تعتمد على الجوزاء طول الوقت، ممكن تعتمد على الحمل، عشان الجوزاء بيحب يعيش كل لحظة بلحظتها. فتلاقي برضه ان هو بينسى كتير، فلو انت قلت له مثلا اعملي كذا او سوي كذا هتلاقي ايه ده بجد انا نسيت. الحمل برضه كده، بس صعب ان هو ينسى. اوكي تناسى بس صعب ينسى. هتلاقي ان انت ممكن تتكل على الحمل اكتر من الجوزاء. والاتنين عندهم طاقة عالية، واتنين شاطرين جدا في الرياضة، واتنين عندهم مهارة
يعني بيعرفوا ازاي يتعلموا حاجات بسرعة. بس الجوزاء اكتر مش عارفة اسمها ايه، دايما بنسى في فيديوهاتي، اللي هو الحاجة اللي بتجيبوها كده عاملة زي السحلية، بس اللي هو كل ما تكون في مكان بتبقى نفس اللون. يعني ممكن مثلا واقفة على رمل فهتبقى بني، لو واقفة على ازاز هتبقى شفافة. جوزاء كده يعني، فبيمتص وبيعرف ازاي يغير نفسه ويغير من شخصيته. حمل ثابت جدا وما بيحبش يغير حاجة وعنيد جدا. وعشان كده الجوزاء بيتطور اكتر في الحياة من الحمل، عشان الحمل بيحب دايما يكون عنده قواعد ثابتة كده في الحياة، اما الجوزاء زي ما بالريح بتهف وبيروح. وده السبب اللي بيخلي الجوزاء محبوب اكتر من الحمل، عشان هو بيعرف ازاي يعمل حاجة اسمها mirroring، اللي هو انا هكون زي ما انت معايا. يعني انا مثلا كل ما اقعد مع حد بتقمص شخصيته، دي من الحاجات المميزة عند الجوزاء. عشان كده تلاقي ان الجوزاء محبوب اكتر اجتماعيا من الحمل. دايما بشوف في النت ان عمرك ما تأمن لجوزاء او تقول له حاجة ان هو هيقول لكل الناس. عايزاكم تكتبوا تحت في التعليقات انتوا رايكم ايه، هل فعلا احنا ما نقدرش نأمن في الجوزاء؟ واخر حاجه لو اتكلم نفسيا، فالجوزاء بيمر بمشاكل كتير نفسيه في حياته لازم ياخد باله. الحمل برضه، ولكن الحمل مش بيستسلم لحالاته النفسيه زي الجوزاء، عشان الجوزاء بيحارب مع نفسه. يعني في كده زي شخصيه جواه محدش يعرفها، فدي حاجه اللي هي بتتعبه عشان محدش حاسس بيه، محدش عارفه. مش زي الحمل اللي هو قد ما خبى اجزاء من شخصيته، هو نفس الشخص. عشان كده صعب جدا ان انت تعرف الجوزاء بجد على عكس الحمل. بس وده كان الفيديو، اتمنى يكون عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب على قناتي وتفعلوا الجرس، وقولوا لي تحت في التعليقات برايكم انتوا الشخصي اي برج اقوى وليه. انا شخصيا شايفه الحمل اقوى. مثلا تقولوا لي رايكم ايه تحت في التعليقات. حطوا لكم هنا البلاي ليست اللي عملته عن الابراج، هتلاقوا الرابط بتاع الانستجرام والفيسبوك بتاعي في صندوق الوصف. وزي ما في كل فيديو ان شاء الله اشوفكم على خير. مع السلامه.